يا مساء العناب، السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير فتم صحة وافضل حال. اللهم امين. صباحكم فل او مساءكم فل على حسب الوقت اللي بتتفرجوا عليا فيه. النهارده فيديو جديد. لو اول مرة بتشوفي القناة فاهلا وسهلا بيك، وجودك شرفني جدا جدا ونورني. كملي الفيديو معايا للنهاية، ولو عجبك ما تنسينيش في لايك حلو كده من ايدك. وكمان لو ما انتش مشتركة في القناة فاتمنى انك تشترك فيها وتشرفيني كده وتنوريني وتزيدي عيلتي جميلة بوجودك. النهارده بقى فيديو بسيط كده وصغنطوط، بس ان شاء الله يعجبكم ويكون خفيف كده على قلبكم، تشجعوا بيه وتتحمسوا تقوموا تعملوا اي مصلحه قدامكم. فلو انت بتسمعي دلوقتي حطي الموبايل كده جنبك، ولو وراكي اي مصلحه او اي حاجه قومي اعمليها في الانجاز، عشان لما تخلصي معايا الفيديو تكوني خلصتي مصلحه حلوه كده زيك، وتقعدي بقى رايقه كده وما تعمليش اي حاجه. النهارده عملت فطار خفيف، هو مش خفيف قوي يعني، ماشي. هو كان حاجه بسيطه كده يعني. قمت عملت بطاطس وبيض وبتنجان وطعميه بقى وحاجات كتير كده. قلت ما تشجع كده واعمل فطار حلو ولذيذ، وعشان خاطر انا كنت هتاخر شويه في الغدا يعني، فقلت يفطروا كده فطار متين حلو عشان يستحملوا يعني ويكملوا معايا باقي اليوم، من غير ما كل شويه حد يخش يقول لي ماما سندوتش، ماما جعان، ماما عايز. فقلت ايه، اخلص من الزن ده واعمل اكل. وبرده هو فاض مني يعني، وقت ما كانوا بيقولوا ان هم جعانين او عايزين حاجه كنت بعمل لهم من السندوتشات دي. بس انا عامه بحب ان هم قبل ما يتغدوا كده بشويه يكونوا جعانين، عشان خاطر قبل ما يعني قبل مثلا ميعاد الغدا كده بشويه اكون منعاهم من الاكل، عشان اول ما احط الاكل يقعدوا ياكلوا يعني وكده. فالمهم فطرنا وخلاص، وعملنا كوبايتين شاي حلوين بقى كده. وبعد كده انا كان عندي الانتريه والركنه كنت قبلها بيوم بوريكوا دلوقتي ان هما يعني كانوا ما شاء الله نضاف. اصلا الشقه كانت قبلها كانت متدرمغه يعني، اللي هي ما كانش فيها مكان اصلا نقعد فيه، من ايام عارفين العاصفه الرمليه اللي حصلت والمطر وكده. ان انا كنت كنست بس البلكونه وكنست كده قدام الشقه. بس بصراحه كانت الشقه عباره عن ان هي مردومه تراب. والله لو هقول لكم ان كنت بمشي كده بقى رجلي بتعلم في الارض والازاز كان مردوم تراب حرفيا، مش هتصدقوني. بس يعني انا كنت تعبانه الفتره اللي فاتت دي، فما قدرتش بصراحه اعمل اي حاجه. كنت بعمل بس من على وشي كده، و يعني كنت بقول ايه، هسيبها. وبعدين جيت بقى امبارح اللي هو قبل الفيديو ده بيوم يعني. قمت بصراحه قلت مش هعمل كله يعني. كنت مقروفه جدا من الشقه وعايزه كده لما امسك الحاجه اعملها بضمير. فقلت طبعا مش هقدر ان انا اعمل الشقه كلها، خصوصا اولادي موجودين وكده. فقلت ايه، هعمل الجزء اللي هو الاهم. فالمهم يعني الاهم الاول هعمله، وبعدين لما يخلص دون نفسيتي هترتاح هبقى حاسه ان انا مبسوطه. فهبدا بقى ادخل بقى في الزوارق اللي هي الحاجات الصغيره اللي جوه دي. فطبعا اهم حاجه عندي في الشقه هي الانتريه والركنه. الانتريه لو حد ضيف جاي لي ولا حاجه، والركنه طبعا المكان اللي احنا بنبقى قاعدين فيه لازم يبقى نظيف ومنظم وكده. الشقه من جوه يعني الاوضه اللي جوه والمطبخ وكده. المطبخ انا كده كده اصلا على طول ايدي فيه يعني، فكان برضو يعني لحد ما نضيف. والاوض برضو يعني ايه، اوض الولاد وكده هي متبهدله لعب ومتبهدله تراب يعني، الحق يقال يعني. انما اوضتي متبهدله تراب بس تمام. فالمهم انا ايه، اول حاجه عملتها كده ان انا وريتكم بقى الدنيا مترتبه ومتنظمه. وبرضو يعني في عز ما هي مترتبه كده والله كان فيها تراب يا بنات. عايزه اقول لكم ان التراب مش سايبني في حالي. ويعني مجرد ما بمسح كده يعني مفيش يعني نص ساعه ولا ساعتين ولا حاجه بص الاقي الدنيا تتملي تراب تاني، عشان بس ان على شارع عمومي وكده، والعربيات بتبقى رايحه جايه واحنا بلدنا برضو مش فيها يعني اسفلت ولا الكلام دوت. فالتراب تلاقيه طلع علينا كده بهدلنا الدنيا. فالله المستعان يعني، ربنا ايه خلصنا منها على خير، لان كنا هنخرج منها ولا حاجه. بس الشكل العام يعني ان احنا مبلطين في الموضوع ده كتير. هو بيتنا تمليك يعني، فبس الواحد بيتمنى ان هو يخرج يعني. لو قدامك فرصه تخرجي بره القريه اكيد يعني هتطيري، مش هتخرجي بس. فالمهم ايه، انا بحب كده دايما اصلا ان الشقه حتى تكون متروقه عندي على طول باخد لفه كده سريعه على الازاز بتاع السفره وازاز البوفيات والحاجات دي، بحيث ان الشقه تفضل عندي متروقه ونظيفه. خصوصا ان انا واحده بشتغل، فببقى يعني بتمنى ساعه كده اقعدها فاضيه والله يا بنات يعني. فالست اللي عامله دي والله احنا ناس بنتعب، احنا ناس بنتعب والله العظيم. بنبقى جايين من شغلنا جري على ان احنا نعمل غدا، على ان احنا نروق الشقه، على ان احنا نذاكر للعيال، فحاجات كتير قوي كده بيبقى الواحد نفسه ان هو يعملها. وهو
يعني رايق كده وواحده واحده. بس للاسف الشديد احنا بنحاول ان احنا ايه نسعى في يومنا بسرعه عشان خاطر برضو يجي لنا وقت الليل ده نكون مرتاحين فيه، او ان احنا قاعدين نعرف نقعد مع ولادنا شويه كويسين وكده. فالمهم ايه بقى، احنا هنا عملنا ايه. هنا الحته اللي قدام باب الشقه دي انا دايما 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 على طول، حتى لو انا مش هروق الشقه خالص، لا لازم أنا اشيل كده المشايه اللي هي قدام باب الشقه دي، واخدها كنسه كده سريعه بمدخل الشقه، وامسحها مسحه حلوه عشان خاطر يعني ده مدخل البيت، ده اهم حاجه. انت لو حته قدامك مش نظيفه والشقه كلها نظيفه وجي خدتي من هنا هتدخلي هنا وهتلاقي الدنيا كلها اتعكت معاكي. فلازم حته قدام باب الشقه دي تكون دايما قدامك نظيفه، علشان ايه؟ تحافظي على نظافة شقتك كلها. لما خدتها كنسة كده وبمسحة بدوني، حطيت دوني وكلور ومية بس. الدوني اللي انا جايباه ده ريحته عظمة، ريحته حلوة جدا جدا، بتخلي كده ريحة الشقة كلها متعطرة كده. يعني انا الشويه اللي انا حطيتهم على الارض دول خلوا لي الشقه كلها وانا رايحه وانا جايه في قلب الشقه عشان من ريحه الدوني ده، ريحته تحفه جدا. طبعا انا عندي يعني معطرات كتير، فبس انا بصراحه ريحه الدوني ده عجبني جدا، فقلت لا لا هحط منه وامسح منه وخلاص. هنا بقى ايه، حطيت طبعا دور غسيل ده اساسي. الغساله عندي كانت بتفصل كتير جدا، فعايزه اقول لكم لما تيجي تفصل كتير كده اعرفوا ان هو فيها حاجه مشكله، فيها مشكله. ففي تحت كده تحت في الغساله من تحت في زي بيت كده فتحته وفي اكره بتعمليها، طلعت بلاوي. عايزه اقول لكم ان انا طلعت حاجات من الغساله انا كنت عماله اقول يا لهوي انا كنت سايبه ده كله فيها ازاي. فهو لازم دورة الغسالة اللي هي بتتعمل تنظيف الغسالة ده يا بنات لازم تتعمل على طول، علشان خاطر تحافظي على الغسالة بتاعتك، وعشان خاطر كمان يعني تلاقي الغسيل كده ريحته حلوة ونظيفة، وما تقوليش بقى ان الغسالة بتاعتي ما بتنضفش ليه. اهتمي بتنظيف الغسالة نفسها، هتلاقي هدومك دايما نظيفة. تمام كده. بعد ما خلصت الغسالة يعني ودورة الغسيل وكده جيت بقى عشان اعمل الشقه بالمكنسه، فلقيتها تعبانه جدا المكنسه. عايزه اقول لكم ان انا من ايام ما كنت بقول لكم ان انا عايزه اعمل تنظيف للمكنسه وانا ما عملتهاش، سبتها. كنت معتمده على ان هي بتشفط بقى وخلاص، لحد ما بصراحه جابت اخرها وقالت لي انجديني، يعني انجديني نظفيني عشان خاطر اقدر ان انا اكمل معاكي الحياه. فقلت لا خلاص كفايه عليه كده، وفتحتها لقيت الكيس بتاعها متروس، متروس بمعنى الكلمه. فقلت يا بنتي يا عيني مستحمله كل ده. المهم خدتها ونزلت التراب من عليها. خلي بالكم جدا جدا وانتوا بتنزلوا التراب، علشان خاطر الترابه الناعمه دي بتتعب جدا الناس اللي عندها حساسيه صدر او عندها جيوب انفيه، بتبقى بتبهدل الواحد. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا كنت ماسكه كيس وقافلاه كويس جدا وبعمل بحرص جدا، شويه بس التراب دخلوا في مناخيري. عايزه اقول لكم ان انا كنت بتنطط كده من كتر الوجع اللي فيها. فربنا يعافينا يا رب، ويعني ايه ونعدي بقى فتره التراب والقرف ده، عشان خاطر بصراحه الواحد بيجيب اخره يعني. المهم ايه، خلصتها وغسلتها بقى وغسلتها كويس جدا برضو بدوني، وخليت كده ريحتها فله، بس قلت هسيبها طبعا تتشمس وتنشف كده عشان خاطر ايه يعني لما اجي احطها في المكنسه تبقى خلاص كده نشفت. وعايزه اقول لكم ان انا بحط فيها الدون ده بتخلي ريحه الشقه اول ما باجي استخدمها بتخلي ريحه الشقه حلوه جدا يعني. فخلصت بقى وغسلت الايد بتاعتها كمان كويس جدا وسبتها برضو تنشف. دخلت بقى على الاوضه بتاعتنا، روقت السرير، كان السرير محتاج يتروق ويتظبط كده الملايه بتاعته. فشلت الملايه يعني وحطيت الملايه دي وايه، وهلمع بقى كده تلميعه سريعه حلوه كده، وهكنس بالمقشه. بس مش هجيب معاكم طبعا المقاطع دي كلها. ليه؟ اقول لكم ليه، عشان خاطر موديل الفيديو هتبقى طويله، وانا بصراحه يعني انا كنت عايزه انجز وكنت عايزه اخلص اللي ورايا عشان ولادي ما كانوش موجودين، فكنت عايزه انجز كده حاجات كتير كتير كتير، وفي نفس الوقت الم الشقه بحالها في وقت قياسي يعني، فاهمين؟ فالتصوير كده هياخد مني وقت طويل، بس اوعدكم ان شاء الله ان انا هعمل فيديوهات طويله اكتر من كده، ويعني هتاخد مني مجهود اكتر يعني. فخلصت بقى الشقه ولمعتها وخلصت الخشب ولفيت على الخشب كله بتاع الشقه كمان، وكنست ومسحت الارضيه، ودخلت على المطبخ بقى واوضه الولاد وكده برضو ظبطتها، وعطرت الشقه في الاخر كده، وخليت الشقه فله شمعه منوره. لو انت وراكي بقى اي حاجه في الشقه حتى لو بسيطه قومي اعمليها، صدقيني هتحسي براحه، وهتحسي ان انت كده ملكه نفسك يعني.
عسل كده. وكده يكون خلصنا الفيديو النهارده. افطرنا بقى السرير، واشوفكم فيديو جديد قريب باذن الله. مع السلامه.